إنكم متفقين أن فقدان الشغف هو الأسوأ من الاكتئاب. الاكتئاب ينجم يخليك قادر على التعبير عن أحاسيسك بالكتابة أو بالغضب أو بالتذمر أو حتى بالتفكير. أما بفقدان الشغف فإنك تكون مستسلما تماما ولا تملك أي قوة جسدية أو عقلية، وتكون فاقدا للشغف تجاه أي شيء. الاكتئاب هو أسوأ تجربة ينجم يمر بها المحبط على الإطلاق. إنه انعدام الشعور بالسعادة وأيضا غياب الأمل كليا. إنه الشعور بالموت، إنه مختلف تماما عن الشعور بالحزن. تكون وقت أنت مريض بالاكتئاب ميت ولكن على قيد الحياة. فقدان الشغف في المقابل هو انتحار فعلي، ويؤدي أصلا للانتحار، وهو يقتل صاحبه ببطء عبر أن يخلي صاحبه يعق براحة لحد أن يوصل درجة الموت، حد لين يموت، أو أن يخلي صاحبه يعيش على أساس أنه يحب الموت